هاي يا شباب، عاملين ايه؟ انا دكتوره نرمين مقبل وبعمل حاليا دراسات عليا في التغذيه العلاجيه، وجايه النهارده اكلمكم في الفيديو ده على ازاي احافظ على ان جسمي يبقى شباب طول الوقت. انا بتكلم انه في ناس ساعات تيجي تقول لي انه لا، اصل انا عندي وراثه الشعر الابيض، لا اصل انا عندي عيلتي كده كده بيبان عليها السن. الحقيقة ان الدراسات قالت انه من 20 ل 30% بيبقى الموضوع جينيتك فعلا وراثة، بس انا عندي كمان من 70 ل 80% لايف ستايل بيهيفيرز. يعني ايه؟ يعني انا عندي في ايديا من 70 ل 80% اقدر اتحكم فيهم بالعادات بتاعت يومي العادي. طيب ايه هي اهم حاجة؟ اول حاجة لازم اهتم بالنوم بتاعي، يبقى مثلا مينيمم 7 8 ساعات، ولازم يبقى في وقته. يعني ما يجيش حد يقلب لي اليوم وينام الظهر او الصبح ويبقى سهران الليل كله. ده بيسرع الايجنج بتاع الجسم، او بيسرع انه الجسم يبان عليه السن والكبر. كمان حاجة تانية، الأكل المتوازن الصحي. لما أنا باخد أول وجبة وتاني وجبة وتالت وجبة في المواعيد المخصصة ليها، أنا بمد الجسم كل شوية بالحاجات اللي محتاجها، فببطأ شوية من الإيجنج بتاع السيلز بتاع الجسم بتاعي. اهم حاجه كمان ان انا وجبه الفطار لازم اخدها، يعني من اهم الوجبات. وجبه الفطار، ممكن العشاء استغنى عنه، لكن الفطار من الوجبات المهمه جدا. ويمكن الناس اللي متابعه معايا عارفين ده، يعني انه لازم الفطار نبدا بيه يومنا، ودي وجبه مهمه جدا للجسم يعني عشان يقدر يستحمل الضغط بتاع اليوم العادي. حاجة تانية انه لما احافظ على جسمي بالوزن المثالي، ده انا بساعده ان هو ما لودش عليه بحاجات زيادة، بامراض نتيجة للسمنة او نتيجة لسوء التغذية والنحافة. الحاجات دي برضو صحة الجسم بتساعدني ان انا احافظ على جسمي طول الوقت شباب، وبان صغيرة في السن حتى لو انا سني كبير. حاجة تاني كمان التدخين، ده حاجة من الحاجات اللي هو بتسحب الانتي اوكسيدانت بتاع الجسم، اللي هي بتحافظ على شباب الخلية. فالتدخين بيسرع من الكبر، وان الشخص يبان عليه ان سنه كبير. الالكحول كمان برضو من الحاجات اللي الناس اللي بتشرب كحول، ده برضو من الناس اللي بيقل عندهم فيتامين بي 12، وده حاجة مهمة جدا علشان النيورو ترانسميترز، او نحافظ على التهاب الاعصاب، يعني ما يحصل لناش يبدأ جسمنا يكبر في السن بسرعة. حاجة أخيرة هو إن أنا لازم أخلي بالي من الاسترس اللي أنا بتعرض فيه في يومي. يعني كلنا احنا بنتعرض لسترس، بس أخلي بالي إن أنا أعدي ده بسرعة، علشان فعلا الناس اللي بتبقى شايلة الهم طول الوقت وبتبقى حزينة طول الوقت، فعلا بتأثر على المناعة بتاعة الجسم، والجسم بيضطر إن هو يحارب حاجات كتير وأمراض كتير هو في غنى عنها. دمتم كويسين وشباب طول العمر. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.